الكرة الذهبية 2025 جاية وجايبة معاها عاصفة إعلامية كيف كل عام، وتضارب ديال الآراء، والعالم كامل كيهضر شكون غادي يربحها. واش هاد العام غادي نشوفو مفاجأة باسم أشرف حكيمي؟ يلا نغوصو في الأرقام ونجبد لكم الأقرب للفوز بها. ولكن قبل ما نبداو، إلا بغيتو الفيديو في أقرب وقت من كل جائزة بالأرقام وإحصائيات، بغيت هاد الفيديو يوصل ل 20 لايك. يلا نبدأ. الذهبية منعطفا حاسما مع إعلان قائمة مؤلفة من 30 لاعبا كمرشحين للظفر بها، غير أن أغلب التحليلات ترفع اسم ثلة صغيرة من النجوم وتعتبرها الأوفر حظا في السباق. وأخيرا كشفت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي بقائمة من 30 لاعب كرة قدم. أشرف حكيمي يتصدر تلك القائمة بعد موسم قوي مع فريقه باريس سان جيرمان. قبل ما نبداو خصنا نعرفوا شنو هما الشروط للفوز بجائزة البالون دور. من أهم شروط لجائزة البالون دور هو الأداء الفردي والطابع الحاسم والمبهر، الإحصائيات الفردية، القدرة على التأثير في المباراة، المراوغات إلى آخره. الأداء الجماعي والبطولات المحققة، الألقاب التي فاز بها مع النادي والمنتخب إلى آخره. الروح الرياضي والسلوك، عدد البطاقات الصفراء والحمراء والتصرف داخل وخارج الملعب. غادي نبداو الاخوان باهم واحد هو اشرف حكيمي. صراحه القصه ديالو ماشي سهله، لعب موسم تاريخي مع البي اس جي، 9 ديال الاهداف، 12 تمريره حاسمه. هادشي بالنسبه للمدافع حاجه ما كتوقعش بزاف، وزيد عليا كان حاسم في ماتشات ديال دوري ابطال. ولكن ما نساوش ان العام اللي فات كان وسط عاصفه كبيره، المؤامره ديال قضيه الاغتصاب والتهديد بالحبس. بزاف ديال الناس حاولوا يطيحوا بصورته وكسروا المسيره ديالو، ولكن هو بقى صامد، دار راسو ما كيسمعش الهضرات الزنقه وبقى كيركز غير على الكرة. وهو دابا المرشح للكرة الذهبية وسط أقوى النجوم. Sur les débats, comme je dis, des ballons d'or, c'est un rêve que j'ai jamais pensé. Et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Mais même comme tu as dit, il n'y a pas de beaucoup de joueurs qui sont marqués quart de finale, demi-finale, finale. En tant que des défenseurs, que c'est plus difficile. ولكن خاصنا نسولو راسنا، واش الكرة الذهبية أصلا كتمشي للمدافعين؟ الحقيقة أن نادرا جدا كيوقع هادشي. آخر مدافع خدا الكرة الذهبية كان فابيو كانافارو الإيطالي سنة 2006، بعد ما ربح كأس العالم مع إيطاليا. قبل منه كاين أساطير بحال فرانز بيكنباور ألمانيا في 1972 و 1976، وحتى ماتيوس اللي كان متوسط دفاعي للبيرو. يعني تقريبا في 20 عام الأخيرة المهاجمين وسط الهجوم يسيطروا كليا على جائزة. وهنا كيبان قداش غادي تكون مفاجأة إلى حكيمي كان بين الثلاثة الأوائل. عثمان ديمبلي، صراحة هاد العام عثمان ديمبلي دار موسم ما يتعوضش، جاب حوالي 35 هدف وزاد عليها 16 تمريرة حاسمة. هاد الأرقام كتخلي أي لاعب مهاجم يقرب بزاف الكرة الذهبية. ولكن ماشي غير الأرقام، ديمبلي كان نجم بي اس جي اللي ربح الرباعية، الدوري، الكأس ودوري الأبطال والسوبر الأوروبي. يعني من جهة الإنجازات الجماعية عنده كل شيء. بزاف ديال الصحافة كتقول هو المرشح رقم واحد. لامين يامال الطفل المعجزة، 18 عام فقط، ورغم هادشي صانع لعب كيخلي الجمهور يتحمس. الناس كتقول عليه أعظم موهبة كروية ديال هاد الجيل. يامال دار موسم مليان تمريرات حاسمة، أهداف حاسمة، وكان قلب هجوم ديال البارسا. والأهم بزاف من الخبراء كيشوفوا فيه المستقبل ديال الكرة، وهادشي كيخلي الأصوات تمشي عنده غير حيت هو وجه جديد ديال الجيل الصاعد. محمد صلاح النجم المصري باقي محافظ على مكانته، حتى هو في سن 32 عام دار ارقام مزيانه جدا في البريمير ليغ، اهداف، تمريرات، زائد القياده ديالو للفريق. النقطه اللي عند صلاح هي الاستمراريه، كيبان كل موسم ماشي غير عام ويطيح. الجمهور العربي والافريقي كيدعموا بزاف، ولكن المشكل ان ليفربول ما ربحش بزاف ديال الالقاب هذا العام، وهذا الشيء ممكن ينقص من الحظوظ ديالو. جود بيلينغهام واحد من نجوم الوسط اللي قلبوا الموازين الرياض، كيسجل، كيدير اسيستات، وكيبان في المباريات الكبيره. بيلينغهام عنده ميزه، صغير في العمر، 22 عام فقط، ولكن كيهضر بحال نجم كبير بحال يامال. حتى هو مرشح قوي يكون في المستقبل ديال الكره، وغادي يدي اصوات بزاف. ما نساوش
كيليان مبابي اللي ديما كيتسمى من احسن المهاجمين دابا. صحيح الانتقال ديالو للريال خلق جدل حيت هذا العام سجل بزاف ديال الاهداف وحيت فاز ايضا بالحذاء الذهبي، ولكن المشكله ان زملاء بحال ديمبلي وحكيمي غطاو عليه هذا الموسم هذا. هادشي علاش خلى حظوظه تنقص شويه مقارنه مع السنوات اللي فاتت. اذا الا شفتوا الاسم ديال ديمبلي، يامال، صلاح، بيلينغهام، مبابي، كلهم مهاجمين وصانعي اللعب. الكرة الذهبية دائما كتمشي لهذا النوع ديال اللاعبين، ولكن أشرف حكيمي مغاير، مدافع، أرقام هجومية قوية، دور دفاعي صلب، وكيزيد عليها دعم جماهيري اللي خلاه يتصدى الاستفتاء اللي دارته صحيفة ليكيب، هاد اللي ممكن تخلق المفاجأة الكبيرة في 2025. سوا الإخوان هنا غادي يسالي الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك، تابوناو في لاشين كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. الى وصل هذا الفيديو الى 20 حتى 30 لايك غادي ندير لكم فيديو شكون اكثر مرشح للفوز بكل جائزه، يعني حارس المرمى كل شيء. هنا غادي يسالي الفيديو. تهلاو تهلاو تهلاو. Ayy, poppin' like I'm supposed to. Watch out for the people that ain't close to.